وبركاته. معكم وسيم أكشن من قناة وسيم أكشن. طبعا اليوم يا شباب راح أعلمكم طريقة كيف تسجلوا هدف من نص الملعب. وقبل ما نبدأ الفيديو أنا بدي أتأسف جدا 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 على السحبة، وأنا كنت وعدكم إن امبارح أسجل فيديو بس الإنترنت ما ساعد، وهي اليوم بنزلكم فيديو. ويلا نبدأ بالفيديو. وطبعا يا شباب قبل ما لازم يكون عندكم تشكيلة 4-3-3 لاعبين، ويكون عندكم لاعب وسط أقل إشي عنده 100، ولازم تشوف التمريرات الطويلة قديش عنده. أنا خذت عندي 137. ولو بدكم تجربوها يا شباب جربوها يا في جولة الدوري يا في التدريب. أنا جربها في جولة الدوري. يلا أخلص هذا وأخش هذا الجيم وأرجع لكم. ويلا يا شباب. وطبعا يا شباب سلاحي ممكن يا شباب يعني مش دايما 100%، تقريبا نقول 65% تزبط. الحين لازم يكون عندك مثلا لاعب قوي وتخلوا السهم هذا على اتجاه الخصم. يا شباب خلوه على اتجاه الخصم وتصلوا لهنا، وعند تصلوا هذا النقطة بتبدأ تعملوا طريقة طويلة زي هيك، وهي مو دايما محترفة، أو ممكن الحارس يمسكها، بس هي طريقة استعراضية يعني لا تعتمدها دايما في تسجيل أهداف، إلا إذا احترفت صرت 100% تسويها. من هيك ممكن إنه يعملك. يلا نشوف. تيجي من هين، وأول ما تيجي هيك ترفعها خش الجول. يعني هي ونسوي كل هي شفتوا في المحاولة اللي قبلها ما زبطت، يعني مو دايما تزبط. ممكن انها تخبط في المهاجم، اذا كان المهاجم في الدائرة ممكن تخبط فيه. يلا اقطعها يا فوان. يلا مدوخ شوي بخليط، ويلا شوت. مو دايما بتخش، مو دايما. مثلا هذا زت في العارضة، اللي قبلها خشت جون، اللي قبلها مسكها الحارس. ونصيحة لا تقدموا كتير فيها، يعني لا تكونوا متقدمين كتير فيها، يعني كونوا على الأقلية ما تصلوش هذا الخط الأبيض، لا تصلوه. هيك وشو صدى الظهر. وبهيك يا شباب بنكون خلصنا الشرح، ويلا سلام، وبكرة يكون فيديو جديد.